أهلا بيكم في المحاضرة الثانية في اللغة الإنجليزية لمعادلة كلية تجارة 2024. النهاردة هناخد إن شاء الله زمن المضارع المستمر وزمن الماضي المستمر وأهم الأسئلة عليهم. هنبتدي ب present continuous زمن المضارع المستمر. زمن المضارع المستمر بيعبر عن حاجة بتحصل دلوقتي وبتاخد وقت، يعني حاجة بتحصل في الوقت المضارع وبتاخد وقت. طب بيكون من ايه مضارع مستمر؟ مضارع مستمر بيكون من verb to be. verb to be اللي هو ايه؟ am is are. يبقى زمن المضارع المستمر بيكون من am is are. عندنا I بتاخد am. he و she و it بياخدوا is. we you they بياخدوا are. am و is و are بياخدوا فعل مضاف له ing. يبقى زمن المضارع المستمر بيكون من am is are والفعل مضاف له ing. واتفقنا ان اي بتاخد ام، هي وشي وات اللي هم المفرد بياخدوا از، وي يو زي اللي هم الجمع بياخدوا ار. طب هناخد مثال I'm cooking lunch for my family. انا بطبخ الغداء لعائلتي. هنا اي خدت ام وام خدت الفعل مضاف له اي ان جي. تاني مثال معانا she is listening to music on MP3 player. يعني هي تستمع إلى موسيقى على مسجل الام بي 3. فعندي هنا هو بدأنا بشي مفرد خدت إز، وإز خدت الفعل مضاف له أي إن جي. يبقى اللي فهمناه من الكلام إن زمن المضارع المستمر أول ما أشوف أم أو إز أو آر يجي بعدها الفعل مضاف له أي إن جي. طب في النفي هعمل إيه؟ النفي بسيط جدا، كل اللي بنعمله هنحط not بعد الفعل المساعد. طب هو ايه الفعل المساعد؟ قلنا اللي هو am is are. يبقى النفي بتاع am not، is not، are not. يبقى كل اللي بعمله ان انا بحط not بعد الفعل المساعد. فانا هنا هو برضو am not is not aren't هياخدوا الفعل مضاف له ing. يبقى am و is و are سواء كانوا اثبات او نفي بياخدوا الفعل مضاف له ing. طب هناخد مثال she isn't doing anything at this moment. هي ما بتعملش اي حاجه دلوقتي. she مفرد خدت isn't وisn't خدت الفعل مضاف له ing. وهنلاحظ ان كلمه this moment كلمه داله على زمن المضارع المستمر. شويه وهديكم كل الكلمات الداله المهمه اللي هنحتاجها. طب يا مستر am و is و are في السؤال ازاي؟ نفس الفكره. هنا مكتوب where are you going. هنا are خدناها ليه؟ عشان you جمع. يبقى في السؤال في جمع هاخد are، في مفرد هاخد is. يبقى where are you going اهي خدنا are عشان you وجي برضو الفعل مضاف له ing. يبقى في الاثبات وفي السؤال وفي النفي الفعل مضاف له ing. طب when is he arriving خدنا is ليه؟ عشان الفاعل هنا he مفرد فخدنا is، وبرضو الفعل arriving جه مضاف له ing. طب يا مستر am و is و are دول لو جم في اول جمله احنا متفقين الهيلبنج فيربس الافعال المساعده لو جت في اول جمله معناها هل، وطالما معناها هل هيجاوب على بيس او نو، وبرضو الفعل هيجي مضاف له ing. فهنا are you studying هل تذاكر او هل تدرس. فهنا are خدناها عشان يو جمع والفعل جه مضاف له ing. طب لما جينا نجاوب قلنا yes we are او no we aren't، لان السؤال بام with are بيجاوب عليه بيس او نو وبنعكس اول كلمتين. طب اهم الكلمات الداله. طب احنا محتاج كلمات الداله في ايه؟ اتفقنا في المضارع البسيط وفي الماضي البسيط ان الكلمات الداله دي مهمه جدا بالنسبه لي. ليه؟ عشان من الكلمه الداله بعرف ان الزمن ده هو ايه. فالكلمات الداله على زمن المضارع المستمر now، listen، at this moment، still، look، today، at present، watch out، this week.
يبقى انا لما اشوف اي كلمه من الكلمات دي يبقى ده زمن مضارع مستمر، يبقى هناخد ام واز وار والفعل نضاف له اي ان جي. ده باختصار زمن المضارع المستمر اللي هي ام از ار وفعل نضاف له اي ان جي، وفي النفي ام نوت ازنت ارنت وفعل نضاف له اي ان جي. في السؤال بنستخدم ام واز وار، واتفقنا ان ام مع اي هي وشوية المفرد مع از، ويو زي الجمع مع ار، وام ويز وار في اول جمله او في نص جمله او في النفي او في السؤال تاخد الفعل نضاف له اي ان جي. طب ناخد امثله. عندنا هنا اول سؤال the children. كلمه children جمع، كلمه children جمع. احنا اتفقنا ان الجمع بياخد ار. طب يا مستر انت رديت على الاجابه على طول، احنا عرفنا منين ان هو مضارع مستمر؟ بص في نفس الجمله مكتوب in the garden at the moment، واحنا اتفقنا ان at the moment كلمه داله على زمن المضارع المستمر. يبقى عرفنا الكلمه الداله فبصينا على اول كلمه لقينا the children كلمه جمع، فهناخد ار والفعل نضاف له اي ان جي، فهتبقى الاجابه are playing. رقم 2 what are you؟ فهنا لقينا ار ولقينا يو، واحنا اتفقنا ان ار بتاخد الفعل نضاف له اي ان جي، هتبقى الاجابه doing. رقم 3 look انظر the girls are في ار يبقى هناخد الفعل نضاف له اي ان جي، يبقى الاجابه watching. الاجابه رقم بي watching، يبقى البنات بيتفرجوا على التلفزيون. رقم 4 Toa can't open the door because she is not in the kitchen. She is cooking. هي بتطبخ في المطبخ. Listen علي and كريم. هنا نركز listen كلمة دالة اهي. علي وكريم دول اتنين فكده جمع، وطالما جمع يبقى هتاخد ار والفعل نضاف له اي ان جي يبقى are singing. رقم 6 watch out خلي بالك. A car is اتفقنا بعد is بيجي الفعل نضاف له ايوه اي ان جي يبقى الاجابه coming. رقم سي coming. 7 I can't come with you. انا مش هقدر اجي معاك. I not my homework. I اتفقنا بتاخد am وام بتاخد الفعل مضاف له اي ان جي يبقى I'm doing my homework. رقم 8 سلمى are cleaning her room. هنا الجملة جاية كاملة، اللي ناقص ايه؟ اللي ناقص الكلمة الدالة. طب الكلمة الدالة ايه؟ بنبص هنا لقينا كلمة ناو يعني الآن، ودي كلمة من الكلمات الدالة على زمن المضارع المستمر. رقم 9 ار زي بدأنا السؤال بار، واحنا اتفقنا أول ما أشوف ار هاخد الفعل نضاف له اي ان جي يبقى الإجابة having. يبقى are they having their dinner now؟ هل بيتعشوا دلوقتي؟ قالوا هل يتناولوا العشاء؟ قال ايه؟ 10 آية is reading a book and توأ هنا مفرد فهتاخد is تبقى is watching بتشاهد التلفاز. هنخش على زمن الماضي المستمر. زمن الماضي المستمر سهل جدا. طب ليه سهل جدا؟ لأن الكلمات الدالة عليه هي كلمات الدالة على الزمن الماضي البسيط اللي خدناه، فالموضوع بالنسبة لي أسهل. طب بيتكون من إيه؟ برضه بيتكون من فيرب تو بي. إزاي يا مستر؟ إحنا خدنا في المضارع المستمر فيرب تو بي في المضارع اللي هو أم إز آر. طب فيرب تو بي في الماضي بيتكون من إيه؟ was where. يبقى فيرب تو بي بيتكون من إيه؟ was where في الماضي. كل اللي هنعمله اول ما اشوف was او where هاخد الفعل نضاف له اي ان جي. طب was where بيجوا ايه مع الضماير؟ I he she it المفرد بياخد was، we you they الجمع بياخد where. was و where بياخدوا الفعل نضاف له اي ان جي. طب عاوزين امثله. اول مثال معانا they were watching TV yesterday evening.
يعني هما كانوا بيتفرجوا على التلفزيون امبارح بالليل. هنا لاحظنا ان الكلمه الداله يسترداي هي نفس الكلمه الداله على زمن الماضي البسيط. هنا زي خدت وير، زي عشان جمع خدت وير، واتفقنا ان بعد ووز ووير الفعل بيجي مضاف له اي ان جي. طب جنى مفرد فخدت ووز، وووز خدت الفعل مضاف له اي ان جي، يبقى جنى was preparing dinner، جنى كانت بتحضر العشاء. طب في النفي يا مستر هنعمل ايه؟ زي المضارع المستمر بالظبط، هحط نوت. ازاي؟ هيبقى النفي بتاعها wasn't او weren't، النفي بتاعها wasn't او weren't، وبرده الفعل مضاف له اي ان جي، يبقى was were في الاثبات وفي النفي بياخدوا الفعل مضاف له اي ان جي. اول مثال معانا they weren't watching TV yesterday evening، يبقى they خدت weren't لان زي جمع فخدت weren't، وبعد weren't جه الفعل مضاف له اي ان جي، لان احنا اتفقنا ان was were wasn't weren't بياخدوا الفعل مضاف له اي ان جي سواء جه في اول الجمله او في نص الجمله. طب تاني مثال جنى خدت wasn't، ليه؟ عشان جنى مفرد وبعد wasn't جبنا الفعل مضاف له اي ان جي، يبقى النفي سهل جدا. طب لو دخلنا على السؤال was were لو جم في اول الجمله معناهم هل، ويجاوب عليهم بيس ونو، والفعل هيجي مضاف له اي ان جي. فهنا المثال بيقول was جنى، سالنا بوز عشان كلمه جنى مفرد. cooking جبنا الفعل مضاف له اي ان جي. لما جينا نجاوب قلنا yes she was، حطينا yes وعكسنا اول كلمتين. طب هنا جاوبنا بشي ليه؟ عشان رجعنا جنى للضمير بتاعها، ووز نزلت زي ما هي. طب لو قلنا no no she wasn't، no بعد كده نزلنا she عكسنا اول كلمتين ونزلنا she، was نفيناها بقت wasn't عشان مع no بناخد النفي. هنا بقى هنبتدي نحل اسئله على الماضي المستمر، وطبعا قلنا ان كلمات الداله هي كلمات الداله بتاعت الماضي البسيط. فعندنا اول مثال yesterday evening امبارح بالليل. we قبل ما اكمل الجمله كلمه we جمع فبتاخد where، وwhere بتاخد الفعل مضاف له اي ان جي، فبصينا لقينا الاجابه رقم دي were mending، امبارح بالليل كنا بنصلح الموبايل البايظ. طب رقم 2 what بعد كده نقط آية and تقى، آية وتقى جمع، بعد كده doing الفعل اهو مضاف له اي ان جي، فانا عاوز كده was aware، طب آية وتقى جمع فبتاخد where، وهنا الكلمة الدالة كانت yesterday. طب رقم 3 I اتفقنا ان I he she it بياخدوا was. طب عرفت منين ان هو ماضي مستمر؟ من كلمة yesterday، يبقى I was playing football، I was playing football yesterday. رقم 4 سلمى مفرد فتاخد was وفي كلمة yesterday، يبقى سلمى was having tennis lesson yesterday، سلمى كانت بتتدرب تنس أو بتاخد درس في التنس امبارح الساعة 11 بالليل. رقم 5 و6 دول نادرا جدا جدا لما يجوا في امتحان. هنا كلمة while مش محتاجة إن أنا أحط ضمير، هيجي بعدها الفعل مضاف له اي ان جي على طول، يبقى while watching TV أثناء ما كنت بتفرج على التلفزيون the light went out النور انقطع، يبقى while بيجي بعدها جملة مستمر، والجملة الثانية ماضي بسيط، ودي نسبة إنها تيجي أقل من 1%. رقم 6 while we were eating أثناء ما كنا بنتغدى my uncle، عاوزين الجملة الثانية تبقى ماضي بسيط لأن احنا اتفقنا بعد while بيجي ماضي مستمر، الجملة الثانية ماضي بسيط، فعاوزين نجيب الماضي، فهنا مكتوب come comes came، الماضي هنا إيه؟ came. رقم 7 هنا ده سؤال، طالما سؤال هسأل بوز أو where عشان ده ماضي مستمر،
طب هنا مكتوب تقى مفرد يبقى تاخد was، يبقى was تقى cooking yesterday afternoon. هل تقى امبارح الظهر او بعد الظهر كانت بتطبخ؟ 8 والآية came تقى was، مش محتاج افكر، شفت was هاخد الفعل نضاف له ing يبقى doing، يبقى الإجابة رقم دي doing. رقم 9 I my uncle yesterday night، في yesterday يبقى أنا عاوز كده was aware والفعل مضاف له ing، فهنا I بتاخد was يبقى I was visiting my uncle yesterday. what هنا بعديها في you بتاخد where والفعل اهو مضاف له ing doing، يبقى what were you doing when I called you، يبقى what were you doing when I called you. وبكده أكون عملت مراجعة سريعة على المضارع المستمر والماضي المستمر وأهم الأسئلة اللي بتيجي عليهم. أتمنى إن أكون ما سرعتش في الشرح شوية، بس أنا بحاول أخلي الفيديو قصير على قد ما أقدر. اللي عنده استفسار أو أي سؤال يبقى يكتب لي كومنت، ورقم التليفون موجود في الديسكريبشن، وفيديوهات الحلقات اللي فاتت هتلاقوها برضو في الديسكريبشن. الناس ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير. شكرا.